السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفات أمريم. كنرحب بالناس الجداد اللي التحقوا بقناتي، كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. ولا كنتي اول مره كتكتشفي القناه ديالي، فما عليك غير تنضمي للعائله ديالنا وتضغطي على زر اشتراك باش توصلي بجديد الوصفات. ودائما في تحضيرات رمضان غادي نشارك معكم سلو او سفوف مغربي مقوم معلق كيجي لذيذ في المذاق ديالو. غادي نحضروا معكم بطريقه اللي هي سهله، ممكن اي مبتدئه تحضروا. وكذلك المكونات ماشي شي حاجه اللي هي كثيره، نحصلوا على واحد الكميه تاع الصفوف اللي هي كثيره. ما عليكم غير تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر، لاني وسط الفيديو غادي نشارك معكم عده اسرار وحيل باش كتحصلوا على سلو كيف قلت لكم اللي كيجي مقوم ومعلق. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. اول حاجه غادي نحضروها، عندي الزنجلان، عندي هنا 2 كيلو تاع الزنجلان اللي نقيته بطبيعه الحال، كنغربلوه وكنقيوه مزيان. انا خديت الزنجلان البنات اللي كيكون منقي، يعني ما فيش بزاف ديال الزبل او الحجر. صافي نقيسو وكنغسلو، ومن بعد ما كنغسلو كنحطو غير هكا كيضرب فيه شويه ديال الريح صافي، يعني ما كنخليش ينشف مزيان، كيكون باقي فازك. هانتوما غادي نشوفوا بان ملي كنحط فيه اليد تاعي كيلصق فيها، يعني باقا فيه واحد الكميه تاع الماء. غادي ناخدو هكاك وغادي نحمرو في الكوكوط. انا خديت هاد الاناء هذا عندي ثقيل بزاف، هو اللي غادي نحمر فيه. كنديرو درجه الحراره او العافيه كتكون مهيله، وكناخدو الكوكوط تاعنا الا كانت ثقيله او اي اناء عندنا ثقيل، وكنديرو فيه الزنجلان وكنخليوه يتحمر مزيان. كيف كتشوفوا معايا هنا الزنجان راه مازال، انا وريتكم اللي درتو في اليد تاعي كيبقى لاصق، يعني راه باقي فيه واحد الكميه تاع الماء. كيف قلت لكم هذا الماء هذا هو اللي كيعطينا ديك التقرميشه للزنجلان تاعنا، والحبه كيخليها كتنفخ وكيزيد الحجم ديالها. صافي غادي نبقى كنحرك حتى كنحس بالزنجلان تاعي بانه نشف من هذاك الماء وبدا كيتحمر، يعني كنسمعوا التقرميشه تاعته هكا ملي كنبداو كنحركوه فيه. هنا غادي ندير معكم واحد لاستيس اخرى، غناخذ واحد المعلقه تاع الزيت وغادي نضيفها على الزنجله ديالي، وكنبقى كنحرك حتى الحبات كاملين كيتلبسوا ليا بهاد المعلقه تاع الزيت كيف كتشوفوا. وهذا هو السر الثاني باش هكا الزنجلان كيبقى لينا مقرمش، والصفوف ديالنا ولو يبقاو معنا واحد المده ديال سنه ما كيتغيرش الطعم تاعهم نهائيا، كتبقى هذيك التقرميشه وكيبقى المذاق تاعهم لذيذ لذيذ بزاف. هنا صافي كنبقى كنحرك مزيان حتى كتلبس ليا الزنجلان كامل او الحبات كاملين تاع الزنجلان كيتلبسوا ليا بديك المعلقه تاع الزيت. صافي ملي غنحس به هنايا تشرب ليا ديك الزويته وتقرمش مزيان، غادي نطفي عليه النار وغندوزو للمكون الاخر. بالنسبه لهاد الكميه تاع الزنجلان البنات راني قسمتها على 3 ديال الدفعات، كل نص كنحمرو بوحدو باش هكا كل حبات كاملين كياخدوا ليا هكا تحميره وكياخدوا ليا الوقت تاعهم باش كيتحمروا مزيان. وكيبقى على حسب الاناء تاعكم، الا عندكم كبار من هذا ممكن ديروا الكميه كامله. وبالنسبه للبنات اللي بغاو يحمروا هاد المكونات كاملين في الفرن ممكن ديروهم، غير هي كياخذوا لكم شويه الوقت، كتبقاو واقفين عليهم وكتخفضوا درجه الحراره وكتخليهم يتحمروا، راه كيعطيو نفس النتيجه. هنا غادي ندوزو للمكون الاخر اللي هو كاوكاو. عندي هنا كيلو ديال الكاوكاو، اللي خديت هاد الكاوكاو اللي ما عندوش القشره. كيف كتشوفوا البنات راه مغبر بزاف، كتكون فيه الغبره وكنقيو لان كيكونوا فيه شي حبات ديال الحجر هكا او شي حبات ديال المكونات اللي كيكون محطوط حداهم عند العطار. المهم اول حاجه كنقيوه مزيان لا تكون فيه شي حاجه، ومن بعد غادي نديرو في هذا البانيو ندوز نغسلو مزيان. غسلته مره وجوج وثلاثه حتى صفى ليه الماء تاعو مزيان من داك الغبار اللي كان فيه. وهنايا درتو في هذه الشبيكه هذه صفى ليه هذاك الماء. وغندوز غندير ليه واحد الطريقه اللي غادي نقادو بها باش كيفقد هذاك الجهد تاعو وكيتغير ليه الطعم تاعو، كيولي بحال دايرين اللوز في سلو ماشي كاوكاو نهائيا. غير هو البنات انا كنفضل الكاوكاو ضروري تدخلوه في سلو لانه فيه بزاف ديال الفيتامينات، عنده بزاف ديال الفوائد وكيعطينا واحد الطعم زوين في سلو. الصراحه انا كيعجبني بزاف كيجي زوين في سلو. هنا درت كميه تاع الماء، درت كاوكاو ديالي ودرت حامضه اللي قطعتها هكا شرائح، وهنا كندير واحد النقطه تاع الروح ديال اللوز اللي تغير لينا الطعم ديال الكاوكاو نهائيا. وكنخليه يغلى على نار اللي هي متوسطه حتى كيغلى وكيدير لنا الرغوه هذه اللي ضروري ما نزولوها. كيف كتشوفوا ما حد الرغوه كتطلع وانا كنحيدها حتى ما كتبقاش تماما. هنا كيكون لينا كاوكاو تاعنا بانه صافي راه اصبح واجد. غادي نحيدو وغادي نصفيه، نحيد منه ديك الشرائح تاع الحامض ونصفيه، وغادي نديروه في واحد البلاطو اللي غنفرش ليه واحد المنديل ونحطو هكا غير في الباركو حتى كيضربوا شويه تاع الريح كينشف ليا. ومن بعد غادي ندوزو باش غادي نقليوه. كيف قلت لكم البنات هاد الطريقه ملي كنسلقوه حسن ما كندهنوه بالزيت وندخلوه للفران كيبقى فيه الجهد تاع كاوكاو وكيجي المذاق تاعو باين في سلو. ولكن ملي كنديروا ليه هاد الطريقه مع الحامض وهاد القطره تاع الروح تاع اللوز كيتغير ليه الطعم تاعو تماما، ما كيبقاش يبان وكيعطي مذاق زوين لينا في سلو.
هنا صافي كاوكاو ديالي من بعد ما حطيته كيف قلت لكم غير في البارك وحتى نشف ليا هكايا، خديت واحد الكاسرونه درت فيها كميه تاع الزيت اللي هو بارده، وحطيت فيها كاوكاو ديالي، وهنا غادي نشعل عليه النار ونخليه يتقلى على نار اللي هي مهيله البنات. ما تجهدوش عليه العافيه نهائيا باش هكا ما يتخطفش ليكم، لان الا جهدتوا العافيه غادي يتحمر بالسرعه من برا، ومن الداخل غادي يبقى خضر وما غتجيش فيه ديك التقرميشه اللي كتكون زوينه. هنا غادي كيف قلت لكم العافيه ضروري ما تكون مهيله، ونخليوه يطيب على خاطرو حتى كيذهب لينا اللون ديالو. صافي ما تكثروش عليه البنات، ما تخليوش يولي اللون ديالو غامق، لانه ملي كنحيدوه من الزيت مازال هذيك السخونيه كترجع عليه وكيزيد يتحمر. وهنا عندي كيلو تاع اللوز كيف كتشوفوا، هذا اللوز هذا قسمته على جوج، خديت نص كيلو غادي نسلقو ونقليه نفسخو ونقليه، ونص كيلو هذا هو اللي غادي ندخلو غنديرو في البوطه باش نحمرو. كيف كتشوفوا انا هنا حطيته في اللاطه، غادي نمسحو مزيان من هاد الغبره. ضروري البنات هادشي اللي كنتقداو باش نخدمو سلو، ضروري نمسحو من الغبره اللي كتغسل نغسلوها، باش هكا كناكلو شي حاجه اللي هي نقيه. وحتى الناس اللي كيخدموا الكوموند بحالي نعطيو الناس شي حاجه اللي هي نقيه، كيف غادي ناكلو حنا الحاجه نعطيوها حتى للكليان تاعنا، هكا باش كتكون حتى مصداقيه في الخدمه تاعكم. صافي هنا خديت نص كيلو ديال الكاوكاو بعد ما مسحته مزيان من هذاك الغبار اللي كان فيه. ضروري البنات لقيت فيه كميه تاع الغبره والتراب اللي لاصقه فيه، درت واحد الزيت اللي هو شويه الزبت وشويه بالماء ومسحته كامل. وهنا غادي ندوز باش غادي نحمرو غير في هذا الاناء هذا. كيف قلت لكم ممكن تدخلوه حتى للفرن تاعكم طيبوا فيه او تحمروه فيه. هنا بقيت كنحمر فيه نحمر فيه حتى بان ليا بانه بدا كيتحمر، وضفت عليه حتى هو هاد المعلقه تاع الزيت اللي ضروري كندخلها انا هكايا باش كتعطينا الحاجه مقرمشه بزاف. صافي غادي نخليه حتى كتلبسوا لي الحبات كاملين تاع اللوز بهاد المعلقه تاع الزيت، ونخليه واحد 5 تاع الدقائق حتى كيتحمر مزيان. وهنا كنشدوا الحبه تاع اللوز كنقسموها على جوج وكنشوفوه الا بان لينا من الداخل راه محمر. صافي اللوز تاعنا راه صبح جاهز، غادي نطفي عليه وندوزو باش غادي نطحنوه. كيف غنوريكم البنات كل مكون كنوجدو وهو مازال سخون كنطحنو باش هكا يعطيني هذيك يطلق لي داك الزيت ويعطيني هذاك العجين اللي كيكون سائل. هنا غادي طحنت هنايا اللوز اللي وجدت معاكم، بديت كنطحن فيه هو مازال سخون. راه البنات كل حاجه كيف قلت لكم كنطحنها غير انا مع التصوير، كنحاول هكا باش ما ندوخكمش معايا كندير المراحل كامله في المونتاج، ولكن انا في قبل راه كل مكون كنديرو كنطحنو عاد باش كندوز للمكون الاخر. هنا كيف كتشوفوا بديت كنطحن كاوكاو، ضروري نحصلوا على واحد الباط او واحد العجين اللي كيكون بهذا الشكل هذا. علاش البنات كنطحنهم مزيان حتى كيطلقوا لي داك الزيت تاعهم كيعطيوني واحد العجين اللي هو سائل، باش ملي نبغي نخلط سلو ما نحتاجش لهذوك السوائل او الدهنيات اللي غادي نضيف تكون كثيره. انا ما كنديرش الزيت نهائيا في السلو، ما كنخلطوش بالزيت، كنخلطو غير بالزبده، وغنوريكم الطريقه اللي كندير. وباش هكا ما نديرش واحد الكميه اللي هي كبيره تاع الزبده. بحال هاد السلو هذا البنات راه 8 كيلو تاع سلو خلطته غير بنص كيلو تاع الزبده، يعني ما هش ليا بزاف تاع الإدام. هنا صافي كنطحن المكونات كاملين وكيف كتشوفوا كنحاول نيلهم مزيان. بالنسبه للبنات اللي بغاو يطحنوا على برا غادي نجمعوا المكونات كاملين في واحد البواطه وديوها للعطار، راه كيطحن لكم كلشي على برا وكينيلو. هنا من بعد ما كملت الطحين دزت الدقيق، عندي كيلو ونص تاع الفورص، شديته ودرته في هذا الاناء وعلى عافيه اللي هي مهيله، بقيت كنحرك حتى ذهب لي اللون تاعو. هنا غادي تشوفوا البنات اللون بانه كيبان بني غامق او كيبان لكم غادي الاسود، راه بحال محروق. لا البنات راه غير مع الشمس ضربه ليا بزاف في الكوزينه، ما عرفتش مع الكاميرا عطاني هذا اللون هذا، اللون تاعو راه غير مذهب البنات ماشي اللون اللي كيبان لكم. راه غادي نوريكم من بعد ملي نبغي نخلط السلو غتشوفوا اللون تاع الدقيق كيفاش داير. هنايا بان غامق بزاف، ما عرفتش علاش مع الكاميرا والشمس عطى هذا اللون هذا. كيف قلت لكم اللون غير يبان لكم اللون تاعو الذهب ولا الصفر، صافي كتحيدوه تطفيو عليه العافيه وكتبقاو كتحركوا حتى كيبرد لكم الاناء ديالكم، باش هكا الدقيق ما يلصقش في القاع تاع الاناء ويتحرق. كتشوفوا معايا البنات هنا راني خدامه في واحد الكوموند تاع شباكيه، وكنوجد معكم كوموند تاع سلو يدي هكا ويدي هكا. صافي غادي نكمل الدقيق تاعي. وهنا غادي بعد ما كملت المكونات كاملين غادي ندوز نوجد معاكم ليدام او باش غادي نخلطوا السلو ديالنا. هنا الصراحه مع المونتاج سخفت بالهضره. هنا خديت واحد كميه تاع الزبده، خديت نص كيلو تاع الزبده، كناخذ الزبده سونطرال اللي كتكون الجوده تاعتها مزيانه، كان باش هكا حتى المذاق تاع السلو كيجيني زوين. ما ديروش البنات اي زبده، خصوصا الناس اللي كياخذوا الكوموند البنات، الا كنتو تاخذوا الكوموند مع الناس وكتخلصوا بواحد الثمن اللي هو معقول، فحتى نتوما ما تسقرموش هكا على المكونات والمقادير، ديروا شي حاجه اللي هي زوينه باش هكا حتى الكوموند تاعكم اللي تعطيو الناس يعجبهم. وهكا راكم
كوموند على كوموند كيجيوكم الكليان البنات صدقوني. ما ديروش اي حاجه، ما ديروش هكا غير الزيت الروميه تخلطوا بها راه كتعطي المذاق ما زوينش في سلو. وما ديروش اي زبده، خذوا هاد الزبده واخا الثمن تاعها طالع راه كدير 120 درهم الكيلو، خذوا منها واحد القياس وخدموا به. صافي هنا كيف قلت لكم خديت نص كيلو تاع الزبده وضفت عليها زلافه او 250 غرام تاع الدقيق الابيض، وحطيت على النار وغادي نبقى كنخلط كيف كتشوفوا حتى غتذوب ليا هاد الزبده. هاد الطريقه خطيره البنات بالنسبه للسلو، كتعطيه اللون وكتعطيه المذاق خطير خطير، غير جربوه كتعطي واحد التعليق كنسلو اللي ذاقو كيبقى دائما يشكر فيه. الصراحه انا السلو تاعي اي واحد خدمته لي او اي واحد ذوقه عندي كيبقى غير كيشكر فيه، كيجي واعر بزاف. هنا كيف كتشوفوا هاي الزبده دابت في هذاك الدقيق وكنبقى كنحرك مزيان. انا هنا حاولت ما نزربش لكم الفيديو باش هكا تفهموا هاد الطريقه مزيان. ديروا البنات واحد الاناء اللي كيكون غارق، كنصحكم اناء يكون غارق لان هاد الخليط هذا كيبدا كيكشكش وكيفيض ويقدر يحرق لكم اليد تاعكم. ديروا واحد الاناء اللي هو غارق وديروا واحد الفوي او واحد المغرفه اللي كتكون هكا طويله باش اليد تاعكم تكون بعيده على هاد الاناء، وبقاو تحركوا ودائما النار متوسطه يا البنات باش هكا الدقيق ما يلصقش في القاع ويتحرق. وبقاو تحركوا من تحت الفوق حتى كيذهب ليه اللون ديالو وكتحصلوا على واحد اللون اللي هو مذهب. انا غنوريكم في الاخير القوام اللي غتحبسوا فيه. كيف كتشوفوا هنا بدا كيذهب ليه اللون تاعو. شوفوا البنات راه كيزيد هذيك الكشكوشه راه كتزيد كطلع حتى للفوق. انا راه غير ملي كنشوفها بدات كطلع كنحول الاناء كنحيدو فوق البوطه وكنبقى كنحرك حتى كتنزل، لان هكا كيبغي يبدا يفيض ليا. واخا عندي هاد الكوكوط هذه اللي انا دايره فيها دابا غارقه بزاف ومع ذلك كيطلع وكيبغي يفيض. صافي غادي نبقى مستمره كنحرك حتى غنحصل على القوام اللي انا باغا او اللون اللي انا باغا. كيف قلت لكم ما تحرقوش هاد المكونات البنات راه كيعطيو المذاق في السلو الا حرقتوه، غير كيذهب لكم اللون تاعكم. وهذيك الزبده كتولي نوازيط البنات، كتولي نوازيط. علاش قلت لكم كيعطي المذاق زوين في السلو؟ لان الزبده ملي كنطيبوها كتولي نوازيط ومع هذاك الدقيق كيعطيها واحد الطعم اللي خطير خطير بزاف. بالنسبه لهاد الطريقه راني شاركتها معكم في البدايه ديال القناه، فاش يلاه كي درت القناه شاركت معكم هاد الطريقه هذه. وهنا كنوريكم الشكل اللي خاص صافي غادي تطفوا عليه النار. خاص ملي تهزوا هكا الخليط كيبان لكم اللون ديالو مذهب البنات. هنا راه مع ديك الكشكوشه باقا فيه او ديك الرغوه ما كيبانش مزيان. ها نتوما شوفوا كيكون اللون ديالو غير ذهبي. صافي غير كيذهب لينا اللون كنحبسوا عليه. وهنا غادي ندوز نشارك معكم الطريقه كيفاش غادي نخلط السلو تاعي والمكونات كاملين اللي ما قلتهمش لكم وسط الفيديو غادي نشاركهم معكم هنا في الاخير. هنا خديت كميه تاع الدقيق من بعد ما غربلته. شوفوا البنات اللون تاعو هنايا كيف كيبان راه غير صفيفر وغير مذهب، يعني ماشي كيف اللون اللي بان لكم في الاول. هنا غادي نضيف عليه الكميه ديال الكاوكاو اللي طحنا. وكيف كتشوفوا راه كتجي واحد لاباط اللي سائله كتساعدنا باش ما نقووش الدهون في السلو ديالنا. صافي من بعد ما غادي نضيف هاد الكميه ديال الكاوكاو غادي نضيف عليه هنا الزنجلان حتى هو من بعد ما طحناه مزيان. كيف كتشوفوا راه غير الزنجان البنات راه كان سائل اكثر من هكا، غير هو شويه كيتشرب كيبان لكم بحال هكا تجميع. وغادي نضيف هنايا نص كيلو تاع اللوز اللي هو طحنته حصلت عليه بخاليني بهذا الشكل هذا. اللوز البنات طحنوه هو سخون باش كيجي بخاليني وكيعطي المذاق زوين بزاف، كيكون المذاق تاعو واعر في السلو. صافي وغادي نضيف هنايا غادي نكمل هاد الكميه تاع اللوز. المهم حتى حاجه ما كتشيط كان كان نخوي ديك الزلافه كامله. وهنا غادي نضيف كميه تاع القرفه. بالنسبه للقرفه البنات انا خديتها بلديه وكنطحنها على ايدي. ودائما ملي كنبغي ندير هكا شي حاجه اللي هكا بلديه بحال بسطيله او سلو او كنطيب هكايا اللحم دغمر ولا هذا القرفه كنحاول نطحنها في ساعتها باش هكا كيبقى فيه هذاك الجهد تاعها وكتعطيني واحد الطعم اللي هو زوين. وضروري كنغربلوها البنات لان كيبقاو فيها واحد الحبيبات. هنا خديت واحد الحبه تاع الكوزه اللي غادي نحكها واحد الحكه او جوج، ممكن نحاول نحكها غير شويه ما كنقويوش الكوزه. وهنا غادي نضيف واحد جوج معالق كبار من حبة حلاوة وجوج معالق كبار من نافع اللي حتى هما نقيتهم وصهدتهم شويه في المقله وطحنتهم مزيان. وضروري هاد المكونات البنات اللي كتشوفوا معايا راه كنغربل القرفه، كنغربل النافع وحبه حلاوه، غادي نغربل سكر كلاصي، يعني نغربلو جميع المكونات باش هكا دوك الشوائب ما كيدوزوش لينا. وحتى دوك الحبات ما كيبقاوش اللي بقات هكا صاينه ما كدوزش لينا في السلو تاعنا. كنديروا شويه الملحه باش هكا كنصحوا بها الذوق غير شويه البنات ما تقويوش الملحه لان السلو ما كيبغيش يجي فيه داك الطعم تاع الملوحيه.
وهنا غادي نضيف كمية تاع سكر كلاصي. بالنسبة لسكر كلاصي البنات أنا كنشري تاع الباكية، ما كنديرش ديال العبار، لأن داك تاع العبار ما كيكونش زوين 100%. وهنا البنات راه درت المسكة حرة، خديت واحد شوية المسكة حرة اللي دقيتها مزيان وضفتها، غير ما تصورش ليا هاد المقطع، ضروري كنديروا المسكة حرة في السلو ديالنا. صافي وغنبقى هنا كنخلط هاد المكونات مزيان وغادي نحاول نبسبسهم مع بعضياتهم حتى كينسجموا ليا دوك المكونات كاملين مع الدقيق تاعنا، وكيتشرب لينا الدقيق المكونات كاملين. كنبقاو هكا كندلكو وكنحكوه بيدينا باش هكا كيطلق لينا داك ليدام كتر، وكنعرفوا شحال تاع الزبده غادي نضيفو. صافي هنا كيف كتشوفوا معايا راني كنخدمو مزيان البنات، غير جربت الفيديو ولكن راه خدمته مزيان واحد 15 دقيقه وانا كنخدم بهذه الطريقه حتى طلق لي داك الليدام تاعو، المكونات كاملين انسجموا مع بعضياتهم وحصلت عليه بهذا الشكل هذا. هنا غادي ندوز باش غادي نضيف ديك الزبده اللي طيبتها مع الدقيق. هانتوما البنات كي ستكون دائما البنات ملي كنوريكم شي حاجه والشمس ضاربه فيها كيبان اللون ديالها غامق بزاف، لا راه غير اللون مذهب. هانتوما انا غادي نهزها هكا باش تبان لكم، شوفوا راه غير اللون ديالها مذهب وكتجي كريميه، الخليط كيجي كريمي، والمذاق البنات تاع الزبده مع الدقيق كتجي واعره بزاف كيف كتشوفوا. غادي نضيف هذاك الدقيق هو الاول، ومن بعد غادي نضيف الزبده تاعتي وغادي ندلك هاد السلو. دلك يا ما دلك سلو يا البنات كيبغي يدلك، اللي عندها شي كساف توجدهم ممكن البنات ديروه في العجانه ودلكوه. انا الصراحه كنبغي هكا الشيء اللي بلدي نصايبو على يديا، ما كيعجبنيش ندير في العجانه. كنعطيه الخاطر وكنبقى بشويه بشويه حتى كندلكو كامل وكنحصل على واحد السلو اللي كيجي رائع البنات. وحتى الكليان اللي خداو من عندي الصراحه عجبهم وشكروه ليا بزاف. صافي هنا كنبقى كنضيف كميه تاع الزيت شويه الزبده بشويه بشويه كيف كتشوفوا، راه ما كنديرهاش كامله في مره، كندير ديك المغرفه وكنبقى كنهز بها حتى كنحصل على التعليكه اللي باغا انا في السلو. كتحاولوا البنات ما تقووش ليدام كامل حيت يقدر داك السلو ملي كدلكوه كيطلق لكم ليدام وغيجيكم كيبقى معزول الدقيق بوحدو و كيبقاو معزولين المكونات بوحدهم وليدام بوحدو في السلو. بقاو كتضيفوا شويه بشويه صافي حتى كتكملوا. هنا صافي من بعد ما حصلت على التعليكه اللي انا باغا غادي نضيف هنايا تزيين ديال السلو او المقرمشات اللي غادي يخلي لنا السلو تاعنا ملي كنبغيو نتناولوه كنحسوا به مقرمش وكيجي فيه واحد القرمشه اللي هي زوينه، ما كيجيش هذاك السلو اللي كيكون بحال الرمله وكيوحل لينا هكا في الفم ديالنا، كيجي مقربش كيجي زوين. هنا خديت نص كيلو تاع اللوز اللي قلت لكم غادي نسلقو وقشرته وقليته في الزيت، وهو يا خليته حتى برد وعاد باش طحنته هكا غير هرمشتو كيف كتشوفوا راه الحبات كيبقاو باقيين صاينين. وهنا خديت نص كيلو تاع الزنجلان حتى هو من بعد ما حمرته غادي نضيفو هكاك صين. هاد الزنجلان واللوز البنات هاد نص كيلو اللي ضفت دابا هما اللي كيعطيونا واحد السلو كيجي اللي كتجي فيه واحد التقرميشه زوينه وحنا كناكلوه كنحسوا بواحد السلو مقرمش ومهرمش، ما كيجيش كيف قلت لكم بحال الرمله. صافي هنا غادي نحاول نخلط عاوتاني مزيان المره الثانيه حتى كينسجموا المكونات كاملين. وهاد جوج مكونات اللي ضفت دابا كينسجموا لي مع السلو. راه البنات ما نقولش لكم وانا دابا صايمه وكندخل في الصوت راني دخت صافي وكنحس براسي عييت. صافي غادي نخلط مزيان 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 وغادي نغطي على السلو تاعي حتى كيطلق لي دم مزيان وكيرتاح، ومن بعد عاد باش غادي ندوز هكا نعبرو ونديرو في بواطات ونجمعو للكليان ديالو. صافي هنا من بعد ما السلو ديالي خليته حتى ارتاح مزيان واحد 3 تاع السوايع، وكل مره كندوز كنعركو شويه هكا كندلكو مزيان باش كيطلق لي داك ليدام وكيزيد كيتعلق. هنا غادي ندوز باش غادي نجمعو الكليان. كيف كتشوفوا درت هنايا واحد البواطات اللي كل بواطه غتهز ليا كيلو، وغادي نبدا كنعبر وكنجمع فيه هكا الكليان. هاد الكميه اللي شاركت معكم البنات عطاتني 8 كيلو ديال السلو. كيف كتشوفوا عطاتني 8 كيلو تاع سلو، كتخرج كميه اللي هي كبيره بالنسبه للبنات اللي بغاو يخدموه هكا كمشروع ويبيعوه. فالثمن ديالو 180 درهم للكيلو، لانه سلو مقوم على حقه وطريقه. وكيف كتشوفوا راه فيه بزاف ديال المراحل وفيه بزاف ديال الخدمه. الصراحه فيه تماره ما ساهلش وحتى حاجه ما ساهله. وباش كتعطي للناس الحاجه اللي هي زوينه ونقيه وبحال تعطيها لنفسك، فراه كل مكون كنغسلوه. راه مستحيل انا ناخذ الزنجلان هكا من عند العطار ونقيه ونطحنو ونعطيه للناس، ما نقدرش نديرها لاني ما كنبغيهاش حتى راسي. راه كل مكون كيف قلت لكم كنغسلو واللي كيتمسح كنمسحو، وكيكون هذا هو سلو ديالي كيجي رائع البنات معلك و
واهم حاجه هو نقى البنات. كنقول لكاع البنات اللي كياخذوا كوموند مع هاد الناس، نقيو بحال غاديين تاكلوه نتوميا، كيف ما غتعطيو الناس بحال داكشي اللي غديروا نتوما في ديوركم او لنفوسكم. عطيو الناس شي حاجه اللي هي نقيه، لان داكشي كيبقى فيه التقليد حتى مع الله. الا هكا غشينا ولا عطينا شي حاجه ما نقياش وما مغسولاش، فراه كيبقى فيها تقليد كبير. صافي كيف كتشوفوا هنا غادي نقطع عليكم واحد شويه باش تشوفوا سلو كيفاش جا من الداخل، ما شاء الله كيجي معلك. والمذاق البنات كيجي خطير في المذاق تاعو. سلو اللي هو ماوي زعما ديال تحميرة الوجه، لا بالنسبه للناس ديالكم ديال الدار ولا بالنسبه للضيوف اللي كانوا عندكم، وحتى مع الكليان ما كيحشمكمش نهائيا. فيه مكونات، فيه الخدمه، ولكن النتيجه كتكون رائعه. كيجي واحد السلو اللي هو معلك والمذاق تاعو مميز، وكيجي مختلف تماما على اي سلو ذوقتوه من قبل. خصوصا هاد المراحل اللي شاركت معكم الا تبعتوها من الاول حتى الاخر، فكونوا متاكدين بانكم غتحصلوا على نفس هذا السلو هذا، اللي غادي يحمر لكم الوجه ديالكم مع بالنسبه للعيالات مع الازواج ديالهم مع العائلات ديالهم، وحتى مع الكليان بالنسبه للناس اللي كياخذوه كمشروع او كوموند كياخذوه مع الناس. كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، واذا عجبكم ما تبخلوش عليا من اللايكات والتعليقات وبارطاج الفيديو مع احبابكم وصحابكم وفي مواقع